كنافة الطاسة بالقشطة سهلة وسريعة وبسيطة جدا، طعمها رائع بجد، ما بتاخدش وقت وكمان مش مكلفة. حلوة جدا لأي ضيف جايلك فجأة، وكمان في أي عزومة أو هتاخديها معاكي زيارة لحد. على بركة الله هنبدأ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة والمقادير، وما تنسوش اللايك والاشتراك من فضلكم. اول حاجه هنا كده معايا حوالي 250 جرام من الكنافه، فرزنتها وبعد ما اتجمدت كده فرمتها في الكبه. هسيبها على جنب ونجيب الطاسه اللي هنبدا نشتغل فيها. الطاسه بتاعتي هنا تقريبا كده هي مقاس 26. تمام. هدهنها كويس جدا جدا بالسمنه، لازم تندهن سمنه كنافه محترمه، يبقى سمنه محترمه. دهنتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا معايا بقى الكنافة، هنزل عليها بمعلقتين كبار من السكر الناعم، وعليهم كمان رشة صغيرة من الفانيليا. وهقلب كل الكلام ده مع بعضه عشان كل حاجة تتداخل مع بعضها. بعد كده هقسمها جزئين. الجزء الاول خدته في الطاسه زي ما انتوا شايفين كده، رشيته شويه بشويه وبدات اساوي بايدي زي ما انتوا شايفين. وبعدين هجيب اي طبق او اي صينيه اصغر من الطاسه، وهبدا اضغط عليها كويس قوي كده عشان اساويها. وبحاول على قد ما اقدر بضغط في النص بس عشان اعمل حرف كمان معايا. كميه السمنه اللي انا استخدمتها بصراحه حطيت بالبركه، ما عملتش كميه محدده. السمنه دي اللي هنرشها هنا دلوقتي، بس هنرجع لها بعدين. نركن ده على جنب ونيجي نعمل القشطه بتاعتنا. في اي كسرولة كده هنزل بكوباية من الحليب، وعليها هنزل بمعلقة 2 3 3 معالق كبار من النشا، ومعلقتين من السكر، ورشة صغيرة من الملح. ومعايا كمان نقطتين من روح الموز اللي عملنا بيها قبل كده الكنافة النابلسية. بصراحة روح الموز جنان، بتقلب كيان الحاجة اللي بتشتغليها. هدوبهم على البارد الاول بالشكل ده كويس جدا، وبعد كده احطهم على نار هاديه مع التقليب المستمر لحد القوام بتاعي ما يتقل ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. بعد كده هنرجع للكنافه بتاعتنا. طبعا طبقه الكنافه اللي احنا رشيناها ما كانش فيها اي كميه سمنه غير السمنه اللي مدهونه بالطاسه بس، عشان كده انا رشيت كميه سمنه كويسه كده في الجزء ده زي ما انتوا شايفين كده. وفي القشطه ما حطيتش اي مواد دهنيه علشان هي تتحط على السمنه دي. وبالطبق هبدأ أكبسها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، مع الحفاظ على الأطراف ان هي تبقى عالية شوية عشان احافظ على القشطة بتاعتي ما تخرجش وما تسحش وما تتحرقش. بحاول بس ادعم الأحرف زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، اعمل زي سور كده عشان القشطة، وبعد كده ننزل بالقشطة بتاعتنا. هسويها ومش هوصل برضو للأطراف زي ما انتوا شايفين كده، لازم تاخدي بالك من التكات دي. سويت وبقت تمام. نيجي بقى على شوية الكنافة الباقيين معانا. هي كده حلوة قوي. هرش عليها بس حاجة بسيطة بس من السمنة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهبدأ اشربها كده للكنافة بالسكر بالفانيليا. تشربيها كويس قوي قوي زي ما انت شايفة كده. وبعد كده نرجع بقى للقشطة. هرش كده بالراحة طبقة الكنافة الباقية اللي معايا. بصوا بالراحة كده ومش هضغط، انا هرشرش بس كده. وبعد كده هبدأ اسويها بالطبطبة، مش هضغط عشان لو ضغطت هي هتبظ لبره وهتطلع على الحرف وهتتحرق وهتبهدلك الدنيا يعني. خلاص انا حطيت كميه الكنافه الباقيه اللي معايا، بحاول اغطي طبقه قشطه على قد ما بقدر، وبعدين اجيب الطبق بتاعي بالظهريه كده. هبدا طبطبه زي ما انتوا شايفين على خفيف خالص، بس انا بسويها مش بهرسها. انا سويت كده تمام جدا. اجيب بقى منديل وابدا امسح الحرف بتاعي عشان اي زياده ما تتحرقش معايا وتديني ريحه شياط مش ظريفه. وشوية سمنة كده على الوش كمان أرشها زي ما اتفقنا. سمنة حلوة، كنافة حلوة. على نار هادية بقى، وهبدأ أسويها زي ما سوينا مع بعض الكنافة النابلسية قبل كده. خلاص بعد ما لقيت الحرف بتاعي أحمر، جبت طاسة عفوا أو صينية، وقلبت الكنافة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهرجع أردها تاني للطاسة اللي أنا بسوي فيها عشان أخلي الوش اللي فوق يحمر هو كمان. في الاول دي بتاخد وقت على ما بتحمر على نار هاديه جدا جدا، لكن الجزء اللي تحت ما بياخدش وقت خالص. هرجع احطها على البوتاجاز وهقلب كده الطاسه زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. بصوا رايح جاي كده براحتك خالص. خدي بالك هي مش هتاخد وقت خالص برضو في الطبقه التانية دي، لان الطبقه الاولى هي اللي كانت كثيفه شويه، الطبقه التانية خفيفه مش قوي، والطاسه كمان سخنه فتمام. بمجرد ما بتطلع كده بنرش عليها الشربات اللي احنا عاملينه مع بعض برضو قبل كده. ده كله من الشربات اللي احنا كنا شغالين بيه من قبل كده، اللي هو الكمية اللي احنا عملناها من قبل رمضان. اسقيها بقى بالشربات بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. احاول اشربها كويس، ولاحظوا ان الكنافه ما فيهاش سكر كتير. القشطه بتاعتنا ما فيهاش غير معلقتين بس، فهتبقى سكرها كده مظبوطه معاكي جدا جدا جدا، طعمها حلو قوي.
سبتها شويه لحد ما اتشربت كل كميه السيرب اللي انا حطيتها لها، وبعد كده بدأنا نقطع. ما شاء الله لا قوه الا بالله، حلوه قوي قوي قوي، طالعه معايا ناعمه كده وسلسه وفظيعه بجد. انا قسما بالله انا فعلا ما بحبش الكنافه اللي بالقشطه نهائي. يعني ما افتكرش ان انا جيت في مره واستهوتني او شفتها في طبق حلويات وجريت عليها او كلتها. بالعكس كنتش بحبها ابدا. اول مره في حياتي بعملها واول مره في حياتي باكلها، وانا حاسه ان انا لا بجد ازاي انا ما كنتش بعملها، ازاي ما كنتش باكلها. حلوه جدا جدا جدا، طعمها حلو قوي قوي. عايزه اقول لكم السكر مظبوط جدا، معلقتين السكر اللي حطيناهم في القشطه او المهلبيه مع معلقتين السكر اللي في الكنافه، في عجينه الكنافه نفسها مع السيرب، اداني السكر بتاعي مظبوط، مش مسكره خالص، اللي هو السكر اللي يجزع ويتعب ده خالص اطلاقا يعني. حلوه جدا ومظبوطه، ريحه الموز فيها فظيعه بجد، اقسم بالله بجد اللي هيدوقها في ريحه حلوه، بس ايه هي هو مش عارف غير لما انتي هتقولي. فطريقتها كانت سهله وبسيطه، وجربي تحطي كده روح الموز اللي انا بقولك عليها دي، وادعي لي ان شاء الله دعوه حلوه بظهر الغيب ويكون لك بالمثل بامر الله. شكلها تحفه، طعمها رائع، جربيها وان شاء الله تعجبك. ويا ريت لو عجبتك ما تنسيش اللايك والاشتراك والسبسكرايب وتفعلي علامه الجرس عشان كل جديد يوصلكم ان شاء الله. بصي بقى طبقه القشطه عامله ازاي من جوه، بجد الفلاش ظالم الموضوع. حاولت اطفيلكم الفلاش عشان تشوفوا الصوره اكتر ظاهره اكتر. طبقه القشطه بيضه كده مع اللون الذهبي ده، مقرمشه وطريه في نفس اللحظه، طعمها حلو جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واسيبكم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.